قبل ما نبدأ، ركز. الملجأ اللي شايفينه آمن وهادئ، في الحقيقة مليان أسرار مرعبة، أطفال شجعان، وحوش غامضة، وخطط هروب خطيرة. كل لحظة هنا ممكن تكون الأخطر في حياتهم. استعدوا لمغامرة مليانة تشوي. في بداية فيلمنا النهاردة بنتعرف على بنت صغيرة اسمها أوما، واللي بتكون قاعدة مستنية العيلة اللي جاية تتبناها. وبعد شوية بتروح تساعد البنات الصغيرات اللي في دار الأيتام، بما إنها واحدة من الكبار في دار أيتام جريسفيلد. مع إن الأطفال ما عندهمش أم تهتم بيهم، إلا إن البنات والولاد مبسوطين جدا وهم عايشين هنا، وده لأنهم بيحبوا بعض جدا. معاهم كمان إيزابيلا مشرفة الدار، وكل شهر الأطفال اللي في الدار بيمتحنوا امتحانات لاختبار ذكائهم. وكالعادة نورمان وأما بيحققوا أعلى النتائج، وإيزابيلا بتحييهم على أدائهم وبتقول لهم إنها فخورة جدا بيهم. بعد الامتحان الطلبة كلهم بيخرجوا يلعبوا بره، ويلعبوا لعبتهم المفضلة اللي هي استغماية. نورمان وهو بيعدي كل أصحابه بيبدأوا يدوروا على أماكن يستخبوا فيها، لكن عارفين إنهم ما ينفعش يخرجوا بره أرض الملجأ، وده لأن إيزابيلا حطت القعدة دي. وبعد ما بيلاقي كل الأطفال، نورمان بيروح يدور على أما، وبيلاقيها مستخبية فوق الشجرة. وعلشان كده هو بيقع بقصد علشان يخليها تنزل تحت وتساعده تقوم، وهي بتعمل كده وتتمسك. في اليوم ده بالليل الأطفال اللي في الدار بيودعوا كوني لأنها رايحة تقابل عيلة جديدة هتتبناها، ومع إنها زعلانة لأنها هتسيب أصحابها، إلا إنها متحمسة جدا للمستقبل اللي مستنيها. وكل الأطفال التانيين ومن ضمنهم أمة بيبقوا فرحانين جدا عشانها. بنكتشف إن الأطفال أول ما بيكملوا 16 سنة بيضطروا يقعدوا مع أهالي بالتبني، عشان ما يفضلوا في الملجأ لحد ما يوصلوا لسن البلوغ. وعشان كده أما ونورمان واللي عندهم 15 سنة بيكونوا فاهمين إن وقتهم هنا بدأ يخلص، وبيتفقوا إنهم هيبعتوا الجوابات لبعض لما يمشوا. وبعد ما الأطفال بيروحوا مع عائلتهم الجديدة، عمرهم ما بيتواصلوا تاني مع الأطفال اللي موجودين في الملجأ. أما بتكون مقتنعة إن ده بيحصل بسبب إنهم بيكونوا مبسوطين جدا لدرجة إنهم بينسوا أصحابهم، وهم بيتفقوا إنهم هيبعتوا جوابات لبعض. في المطبخ أما ونورمان بيلاقوا الدبدوب الأرنب المفضل عند كوني. وقتها راي بيجي وينصح أصحابه إنهم يروحوا وراها لأنهم ممكن يلحقوها قبل ما تمشي. لما بيوصلوا البيت اللي الأطفال بيقابلوا فيه عائلتهم الجديدة، أما ونورمان بيلاحظوا إن في حاجة غريبة. المكان مظلم على الآخر، بس برضه بيروحوا يدوروا على كوني، وفي الآخر بيلاقوا جثتها في العربية. لما أما بتشوف المنظر ده بتتخض وبترجع لورا، ونورمان بيقرر يجي يشوف إيه اللي حصل. في اللحظة دي نورمان بيلاقي وردة حمراء طالعة من جسم كاني، وهما بيحاولوا يستوعبوا اللي بيحصل. الاتنين بيسمعوا صوت عميق بيقرب عليهم، فبيستخبوا تحت العربية، ومعاهم الدبدوب الأرنب بتاع كوني. في اللحظة دي بيلاقوا اتنين وحوش شكلهم مرعب بيقربوا عليهم، وبيفهموا إنهم جايين عشان ياخدوا جثة كوني. ومن وجهة نظر الوحوش دي، لحم البشر اللي متربيين في مزرعة جريسفيلد ده أحسن نوع لحم بشر ممكن ياكلوه. وبعدها على طول إيزابيلا بتظهر. واحد من الشياطين بيقول لها تجهز لهم 3 أطفال من الكبار عشان ياكلوهم. لما نورمان وأما بيكتشفوا إن المشرفة بتاعتهم بتشتغل عند الوحوش دي بيتصدموا، ونورمان بيحاول يدور على طريقة يهربوا بيها. وفجأة واحد من الوحوش بيبدأ يشم حاجة غريبة، بيوطي عشان يبص تحت العربية، لكن مش بيلاقي غير الدبدوب اللي الأطفال سابوه. لما إيزابيلا بتشوف الدبدوب بتبدأ تشك إنه كان في طفل موجود هنا، لكنها بتقرر تخلي الموضوع سر. ولما الولاد بيرجعوا الملجأ، أما ونورمان بيقابلوا راي، بس بيقرروا ما يقولولوش أي حاجة عن اللي شافوه. بالليل أما بتحلم بكوابيس وبتشوف الوحوش اللي شافتها، وبتبدأ تعيط من زعلها على كوني. دلوقتي بعد ما عرفت إن الملجأ عبارة عن مزرعة بتربي الأطفال عشان يتاكلوا، بتترعب وبتطلب من نورمان يساعدها يحط خطة عشان يهربوا. بعد ما بيكتشفوا الحقيقة، الولاد بيستوعبوا إن الصور اللي حوالين الملجأ مش موجودة عشان تحميهم، لأ، ده محطوط عشان يسجن الأطفال. الولاد بيقرروا ينقذوا كل الأطفال اللي في الملجأ، وبيحطوا خطة عشان يطلعوا فوق الصور ويشوفوا إيه اللي موجود في الطرف التاني. أول ما بيسمعوا صوت الجرس بيقرروا يرجعوا على طول عشان محدش يشك فيهم. بعدها بيسمعوا حد من الأطفال بيقول إن نايلة تاهت في الغابة،
وأول ما إيزابيلا بتسمع ده بتستخدم جهاز عشان تعرف مكان نايلة، وبعد شوية بترجع ومعاها نايلة شايلها في دراعها. في اللحظة دي أما ونورمان بيكتشفوا إن كل الأطفال محطوط فيهم جهاز تتبع، وده هيساعد المشرفة تلاقيهم بسهولة. تاني يوم لما راي بيشوف أصحابه قاعدين في الغابة بيتكلموا، بيروح لهم ويسألهم هما بيتكلموا عن إيه، وبيقول لهم كمان إنهم بقالهم فترة بيعملوا تصرفات غريبة، خصوصا من وقت ما راحوا ورا كاني. أما بتقرر تقول لراي عن اللي شافته، وبتتفاجأ لما بتلاقيه بيصدقها على طول وبيدعمها جدا. ده حتى نورمان بيحس بثقة أكبر لما بيلاقي إنهم كلهم عندهم استعداد يهربوا من السجن وياخدوا معاهم باقي الأطفال. بعد كام ساعة بعد ما بيذاكروا في المكتبة، بيستنتجوا إن الوحوش دي بتاكل أدمغة الضحايا وبتفضل الأطفال الصغيرين، وعشان كده إيزابيلا بتجبرهم يذاكروا طول الوقت عشان يزودوا مستوى ذكائهم. بيجي سترينج يساعدهم ويديلهم مجموعة كتب ويليام اتبرع بيها، واللي بيستخدم فيها شفرة مورس عشان يتواصل مع الناس اللي بيقرأوا الكتب بتاعته. في اليوم ده الشباب بيتعرفوا على مشرفة جديدة، واللي بتكون جاية عشان تساعد إيزابيلا تهتم بكل الأطفال بدل ما هي لوحدها. بعد ما إيزابيلا اكتشفت إن في أطفال عرفوا حقيقة الملجأ، بتقرر تستعين بحد عشان يعرفوا مين الأطفال دول ويمسكوهم في أقرب وقت، لكنها عارفة إن لو حد سمع عن اللي بتعمله ده هيدمر سمعتها. الولاد بيعرفوا إن ميعاد التسليم اللي جاي هيكون بعد 45 يوم، فاهمين إن مفيش وقت قدامهم وبيحتاجوا يلاقوا طريقة يهربوا بسرعة قبل ما يموت طفل تاني. الأطفال بيقرروا يدربوا مهاراتهم الجسدية، خصوصا وهما بيلعبوا استغماية عشان إيزابيلا ما تشكش في أي حاجة. كورون تقرر تلعب معاهم وبعدين تبدأ تعد للأطفال عشان يجروا ويستخبوا. بعد ما بتلاقي الأطفال الصغيرين، أما بتلاقيها مستخبية ورا صخرة ومعاها بنت صغيرة وبتحاول تحميها. في النهاية أستري ونورمان بيكسبوا في اللعبة. في نهاية اللعبة نورمان بياخد باله إن إيزابيلا عارفة إن هو وأما راحوا المخزن يومها، وبيستنتج إن المشرفة حطت مخبر وسط الأطفال. عشان يعرف مين الخاين بيبدأ يختبر أصحابه بطريقة ذكية وبيكتشف مين الخائن الحقيقي. باقي الأحداث بتستمر بنفس التسلسل، من اكتشاف حقيقة الملجأ، مواجهة الوحوش، خطط الهروب، تعاون راي، تدريب الأطفال، كشف جاسوس إيزابيلا، ومعاركهم مع المشرفة والوحوش. وطبعا الأحداث دي لسه مكشوفة كلها. وهنا هسيبكم على التشويق، استنوا الجزء التاني اللي هيكشف لنا أكتر عن مخاطر الملجأ وعن شجاعة الأطفال وعن الحيلة اللي هتسمح لهم يحاربوا من أجل حريتهم. ولحد هنا بتنتهي أحداث الجزء الأول. استنوا الجزء التاني اللي هينزل بعد ما نتفاعل مع الجزء الأول ونعرف رأيكم فيه.